خناقه وعركه، خناقه وعركه وضرب وشتيمه وحكم بيلغي المباراه وحوارات كتيره قوي. ده اكيد ماتش نهائي دوري ابطال، ده اكيد ماتش يعني حاجه منافسه خالص والله. مباراه وديه بين المصري والترجي، مباراه وديه، المصري بيحضر للدوري المصري والترجي بيحضر للدوري بتاعه في تونس. ايه اللي يوصل الامور لكده؟ إيه اللي يوصل ان الحكم يلغي المباراه في الدقيقة 85 وإن اللعيبة يخشوا على بعض بالخشونة دي؟ والخشونة بدأت على فكرة في المباراة من مدافع نادي الترجي لما دخل بشكل عنيف على لا أحد لاعبي المصري، وبعديها الدنيا قامت وما قعدتش سواء من الجماهير أو من اللعيبة أو قعدت أفكر في السبب. طب هل السبب مثلا أنيس بوجلبان ورحيله عن نادي المصري؟ هل السبب حاجات قديمة؟ أنا مش عارف بصراحة، أنا مش لاقي أي سبب او دافع ان في مباراه وديه يحصل فيها اللي حصل في مباراه المصري والترجي ده خالص. ايفرتون دا سيلفا، اتكلمت معاك في الفيديو اللي فات عن ايفرتون دا سيلفا، لكن المره دي هتكلم معاك شويه في تفاصيل اكتر في الصفقه. يعني تفاصيل الصفقه لما تسمعها وتسمع ال 250 مليون جنيه ما يساوي، يعني 250 مليون جنيه اللي هياخدهم ايفرتون دا سيلفا من نادي بيراميدز، جيت تشوف الدنيا لما قامت وما قعدتش على صفقه احمد السيد زيزو للنادي الاهلي لما كانت كلها على بعضها 100 مليون جنيه تستغرب. طب النادي الاهلي وعنده فلوس وبيقدر ان هو يجيب فلوس وعنده رعاه وعنده شركات وعنده بص ليله كبيره قوي سعادتك وبطولات وجوائز، فطبيعي ان يكون معاه فلوس. طب نادي بيراميدز بيجيب الفلوس منين؟ يعني ايه 250 مليون جنيه يدفعوا في لاعب؟ ما دي برضو حاجه مش مفهومه، مش مفهومه ومش معروفه في نادي ما بيكسبلوش 4 جنيه. يعني اقصى حاجه كسبها نادي بيراميدز كان دوري ابطال افريقيا ب 4 مليون دولار. تمام، حلو الكلام لحد هنا. ال 4 مليون دولار دول يا دوبك على قد صفقه ايفرتون دا سيلفا او يمكن اقل شويه. طب باقي الصفقات، باقي الفلوس، النادي بيصرف منين؟ الموضوع نفسه غريب شويه وعجيب. لكن ايفرتون دا سيلفا خلاص رسمي فهمي بقى لاعب في نادي بيراميدز، ويمكن ده انا قايل لك على الخبر ده بقالي يمكن 4 ايام او 5 ايام قبل اي حد ما يتكلم في قصه ايفرتون ونادي بيراميدز. الحقيقه نادي بيراميدز بيحاول ان هو يقوي صفوفه جدا، خصوصا بعد اقتراب رحيل فيستون مايلي وبعد رحيل ابراهيم عادل، بيحاول ان هو يقوي صفوفه. وكمان احمد عبد القادر داخل في حسابات نادي بيراميدز. احمد عبد القادر اللي بالمناسبه منزل بيان او منزل ستوري كده على الانستجرام بيقول فيها انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اقعد في النادي الاهلي وما طلبتش ان انا امشي واديني قاعد لحد ما يجد جديد. ايه الجديد اللي انت مستنيه وانا ملتزم؟ طب ما طبيعي تكون ملتزم. يعني انا اسف، ايه الديفرنت اللي حضرتك بتقوله؟ يعني ما طبيعي احمد عبد القادر يكون ملتزم بالتعاقد بتاعه. هو انت عندك اوبشن تاني؟ يعني هل في اي خيار تاني لحضرتك يا عبد القادر عشان تكون مش ملتزم؟ حاجه مش اوبشن. كلنا عارفين انك انت عايز تمشي، وكلنا عارفين انك انت بترفض كل العروض وبتحط عوائق في اي صفقه شراء ليك من مصر او خارج مصر عشان تروح يا بيراميدز يا الزمالك. بيراميدز عرض كبير جدا على احمد عبد القادر، ونادي الزمالك طبعا هيموت على الصفقه، يعني ردا او اعتبارا منه ان هو كده بيرد على صفقه احمد السيد زيزو. لكن القصه حتى وقتنا هذا لم تحسم مع احمد عبد القادر مع النادي الاهلي، واخر ما الاهلي هيزهق زي ما قلت لك الاهلي هيحطه ويأيده في الموسم القادم، لكنه مش هيشمها، لا هينزل في قوائم المباريات ولا هيكون على دكه الاحتياطي ولا طبعا هيكون متواجد في اي مباراه للنادي الاهلي. والخسران من الليله دي كلها هو احمد عبد القادر فقط لا غير. اما بخصوص النادي الاهلي فالنادي الاهلي عنده مباراه بكره ان شاء الله قدام انبي، وخوزيه ريبيرو طلب من اداره النادي الاهلي انه ولن يتم تصوير هذه المباراه. هو عايز المباراه تكون سريه، حابب التحضيرات اللي بيعملها والشكل والاداء وكل الكلام دوت يكون سري، من الناس ما تعرفش من الاخر فكر الراجل ماشي ازاي او بيحاول يعمل ايه، وحقه طبعا خصوصا مع اقتراب بدايه الدوري المصري يوم 8/8. بتتكلم تقريبا
في 10 ايام حاجه زي كده. فالراجل خلاص بيحضر يعني اخر اللمسات الاخيره، فمحتاج ان هو يكون في سريه. وعلى ذكر خوزيه ريبيرو، اللاعب ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي اللي لعب قدام الاهلي في المباراه الوديه على رادار النادي الاهلي وعلى رادار خوزيه ريبيرو، وطالب بتقرير مفصل عن اللاعب لانه تقريبا كده معجب بيه وحاسس ان اللاعب ممكن يكون ليه دور في النادي الاهلي، خصوصا بعد اعلان رحيل احمد نبيل كوكا عن النادي الاهلي الى قاسم باشا التركي. الحمد لله على سلامة كابتن محمود الخطيب، رجع النهارده الحمد لله بالسلامة من فرنسا. في ملفات كتير محتاج ان هو يتكلم فيها مع مجلس الإدارة ومع كابتن محمد يوسف، ملف أحمد عبد القادر وملفات الظهير الأيسر والظهير الأيمن في النادي الأهلي هنعوض بمين، ملف المهاجم بديل وسام أبو علي. في ملفات كتيرة جدا منتظرة كابتن محمود الخطيب علشان ينهيها. وقتنا هذا لم يتم تعويض أحمد نبيل كوكا، وما عندناش باك شمال غير محمد شكري، لم ندعم في الجبهة اليمنى في جبهة الظهير الأيسر، وما عندناش غير محمد هاني وكريم فؤاد. كمان لم نعوض رحيل وسام أبو علي، وحتى وقتنا هذا لم يتم الاستقرار على اسم المهاجم الأجنبي للنادي الأهلي. فكل الأمور دي وكل الحواديت دي محتاجة تدخل فوري وقوي من كابتن محمود الخطيب علشان نلحق نلم الليلة قبل بداية الدوري المصري.